سلامي على اللي كانها العرض. تجمل علمك ضان والله اني صادق ولا هي بغريب لا قبيلتك ولا انت وكرموني بكرمتك. عزمت وكرمت اما الشيخ فهد عليه يسلم وافي في العلوم كل قوه ما في كلام. هو هم اتصل علي من ثاني يوم وعزمني وبيض الله ولا جينا هنيا الا والله هم عدتنا له وجعله يسلم. والله في الحاله هذا في العلوم طيبه يا ولد كيف الحال؟ طيب والله يوفقك ويسهل. انا ابى اتكلم قد تكلموا الحوادث متعذره. انا والله ما بالجمال اللي تحاصر الحال اللي لا 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 والله ما بيها. والله انا حاصله. انا بشيلة انا ومسك. هذا انت متزوج. لا تخلون مكاني رجال مثلك ما شاء الله. رجال كل يوم هم عندك. السلام عليكم. يا مرحبا يا ابو ورحمة الله وبركاته. في هذا المجلس عايض ابن دغش الأكلبي شخصية من الشخصيات التي يعتز بها الوطن. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أرحب بعايض بن دغش الأكلبي، أرحب بالشجاعة الإنسانية، أرحب بالشجاع اللي أنقذ الأرواح، ونفتخر إنه من قبائل الجزيرة العربية اللي حنا منها، ونقول هلا ومرحبا به وبالرفاقة اللي معه وبربعه، ونرحب بجميع ما جانا بالليل من شيوخ وأعيان وفريس المجتمع، وهلا والله ومرحبا. والله إني أفتخر بك يا عايض لأنك بطل وأنقذت أرواح، وبيض الله وجهك، افتخر بك كل عربي. أنا مشعل ابن فهد خير جميعا ومرحبا ومسعايض بن دغش وبالحضور الكرام، نرحب فيهم ونشكره على موقفه البطولي الإنساني اللي ما هو مستغرب منه ولا من قبيلته أكلب العزيزة. وأكبر من الأبيات إننا ندعي لك ونقول الله يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجزاك الله خير والله يكثر من أمثالك. يا بن دغش وقفتك وقفة بطولة، يلي صعبات المواقيف نطاح، اجتاح صيتك بالوفا كل دولة، وبنيت لك مجد على راس مضواح. الطيب ساسك والوفا والرجولة واكلب ربوعك مروية علط الأرماح. نجا نهار فيه صولة وجولة، عاداتهم يوم الوغى جلب الأرواح، واللي سواتك بينات نفعوله نهديه جزلات العطايا والأمداح. وسلامتكم ومرحبا ومسحب. المجلس اللي للفخر عد ومقر، وفيه المراجل جلها وجلالها، عادات بن قروش يحبه للسطر من طيب راسه كل عليا نالها. عمره للخطر يوم المخاطر يظهرون رجالها، ليث على صوت الزهم راسه دجر، حط مزاليج الحذر وقفالها، وحذف بعمره عمد في الموت الحمر. لين قلبك مرتعش وانت من قوم لهم تاريخ من جدنا، وبي كتب جدلانا. قال القصيده في دغش يوم قال اقرط العشاء من عند الملاقى صبي وسلامتكم. جميل عنده مفاجأة، خلونا نسمع هذه وش المفاجأة. أول شيء عايض بطل لا يعلمها إلا الله. أول شيء أقدم له 4 لحات، 5 ذحل سهاجات، وتستاهل يا البطل. كفو وأنا أقدم قطعة أرض على شارع 20 شمالي 800 متر للبطل عايض بن دغش. الرسول يقول تحابوا وتهادوا عليه الصلاة والسلام. ويستاهل عايض بن دغش، وهذا لا أقل شيء يقدمونه. بس من نجاته يدورها بن قروش اللي